بشيل شويه قد كده من الكيس، سواء بعمل مكرونه او رز بيبقوا شويه برضو صغيرين. لو شلتهم دول الاكل بيخلص وبنبقى جعانين. لو حطيت الشويه دول بالاكل بيفيض وبيتكب. انا معرفش الموضوع ده مع الناس كلها ولا معانا بس. دي شويه. مساء الخير يا جماعه. النهارده اصور روتين الغدا. عملت كفته صبعتها، اللحمه المفرومه كانت عندي، فرمتها في البيت وعملتها وصبعتها، وهعمل معاها البطاطس زي بطاطس بوريه باللحمه. دي الكفته بالبطاطس عملتها، هسويها بقى وارجع تاني. طبعا انا خلصت المكرونه سلقتها اهو، سلقت المكرونه وعملت الصلصه. نحط المكرونه كده واحده واحده. فحطيت لها شطه وفلفل رفيع خالص، وطبعا حطيت بابريكا وحطيت فلفل اسود خالص. الفلفل مع المكرونه اللي هي المصلصه الاسباجيتي بيبقى طعمه تحفه. وحطيت واحده ماجي وحطيت شويه ملح اهي. شكلها حلو قوي، تحفه. الباقي بقى ايه هتبقى على التقديم وخلاص. اهيت طبعا سخنه نار، تحفه طعمها حكايه. وطبعا عملت شويه سلطه جنبها مع المكرونه بس. وده كان روتين النهارده. حطوا اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات ودعموني باشتراك، وشكرا.